مرحبا أحبائي من جديد في فيديو جديد. اليوم راح نعمل بسكويت ال5 دقائق. راح سميه بسكويت ال5 دقائق لأنه عجينة البسكويت مع طريقة تشكيل البسكويت كله شغلها على بعض بياخد 5 دقائق. بسكويت المكسرات، وراح نذكر البدائل شو ممكن يكون المكسرات. إذا حبيتوا البسكويت وحبيتوا الفيديو ما تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك. بسكويت يستحق التجربة، بسكويت هش مقرمش ناعم بيدوب بالتم ذوبان. رح نبدأ بالمقادير. بسم الله. هون المقادير كلها. عندي طحين 3 كاسات، عندي ملعقة مقاس بيكنج باودر، عندي زبدة 200 جرام، عندي نصف كأس زيت شاي، كأس بودرة، عندي جوز مع زبيب مثل ما بنشوف بالفيديو. أنا استعملت كاسات الشاي مع بياض عفوا صفار بيضتين. رح أكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. حطيت الزبدة الطرية بحرارة الغرفة، وحطيت نصف كأس شاي زيت. رح أحط سكر بودرة، ممكن تزيدوا سكر البودرة حسب رغبتكم الشخصية. هون أنا ما رح استعمل أداة كهربائية، وضفت صفار بيضتين، والبياض رح نستعمل للدهن. بإيدي رح أخلط كل المكونات حتى أحصل على عجينة ناعمة. هون الطحين 3 كاسات، رح أضيف الطحين على دفعات وأخلط بإيدي. أنا ما رح أعجن العجين، بس بأطراف أصابعي رح أخلط الطحين حتى تختلط كل المكونات مع بعضها. عجينة سهلة كتير. وهون رح أضيف باقي الطحين، رح أرجع أخلط. بالنهاية رح أضيف ملعقة مقاس صغيرة بيكنج باودر، وهيك خلصت عجينة البسكويت. عجينة ناعمة طرية وسهلة الشغل. رح أضيف الزبيب، ورح أضيف كأس من الجوز. رح أخلط حتى تداخل الزبيب والجوز بالعجينة. رح فضيها على ورق زبدة. وهون أنا ما رح استعمل الشوبك، بإيدي رح أفرد العجينة. رح أفردها ورح أساويها بشكل متساوي بأي سباتولا أو أي ملعقة. رح أسوي الأطراف، رح أرتب الأطراف على الجوانب، وهيك بيكون خلصت طريقة البسكويت تشكيلها. عندي بياض البيض، رح أدهن العجينة فيها. عندي الكأس الثاني من الجوز، رح أرش عليه. ممكن نستعمل أي مكسرات انتو حابينها، ممكن فستق سوداني، ممكن بندق. ورح أضغط شوي بإيدي حتى تلزق بالعجينة، وبالسكينة رح أقطعها بالطول وبالعرض. رح أخذ رح أحصل على مربعات من البسكويت. وهيك رح أخذ كل مربع أو كل قطعة رح أرتبها شوي بإيدي، ورح أصفهم بصينية الفرن. شايفين شكلها
قديش مرتبة. راح ادخلهن على فرن مسخن على درجة حرارة 175 من فوق وتحت، ياخدوا ربع ساعة. وهيك بعد أخدوا لون ذهبي فاتح من فوق وتحت. وهيك خلصنا أسهل بسكويت وأروع بسكويت بالمكسرات والزبيب. وأنا خزنتهم بهذا الشكل، وممكن تخزنوهم بأي علب أو مرطبانات، ما بيصير فيهم أي شي بحرارة المطبخ. خلينا نشوف حبة البسكويت من الداخل بتدوب بالتم ذوبان وهشة ومقرمشة. ويا سلام الصبح جنب فنجان القهوة أو المساء جنب فنجان القهوة. وبالنهاية بتمنى الوصفة عجبتكم. بشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم.